بعد تدريس سميحة أيوب في المناهج التعليمية الجمهور مهنة ملهاش قيمة. اتصدرت الفنانة سميحة أيوب حديث رواد التواصل الاجتماعي وجمهور الفن بشكل عام في الساعات الماضية بعد تدريس شخصيتها في المنهج الصف السادس الابتدائي كإحدى الشخصيات المؤثرة في المجال الفني، وهو ما أثار الجدل على السوشيال ميديا من مؤيد ومعارض. فالبعض وجد أنه يجب التركيز على الشخصيات التاريخية والعلماء بدل من الفنانين، والبعض الآخر وجد أن الجانب الفني له تأثير مهم في المجتمع، واختيار الفنانة سميحة أيوب أمر صائب وفي محله الصحيح نظراً لكونها تتمتع بتاريخ كبير. وعلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الجدل اللي حصل بتصريح على لسان المتحدث باسمها، وقال شادي زلطة إن الفنانة سميحة أيوب بتتمتع بتاريخ مشرف ومؤثر ولابد من تدريسه حتى يتعرف الطالب على أبرز الشخصيات المؤثرة في مجال المسرح. وقال إن الهدف الأسمى هو تعريف الطلاب بالشخصيات المؤثرة في عدد من المجالات المختلفة، واللي بتتضمن العلوم والفنون والاقتصاد والصناعة والأنشطة. وأعربت الفنانة القديرة سميحة أيوب صاحبة المسيرة الفنية المشرفة في العمل المسرحي والفني عن سعادتها، وقالت إن اللي حصل هو تتويج وتقدير من الدولة للفن والفنانين، واعترافاً بدورهم في نشر الثقافة والتأثير في عقول المصريين، وشرف كبير ليها إنها تدرس مسيرتها في التعليم المصري.